مرحبا، اليوم أكلتنا كبة باللبن. حضرت حتى رز بشعيرية. أول شي بلشت بتحضير الرز، حطيت شوية زيت زيتون ونص كباية شعيرية وحطيتها على النار حتى يتحمصوا شوي وياخدوا شوية لون، ما بحبها كتير تحترق الشعيرية. وغسلت كباية رز وحطيتها فوقن. بعدين تركتن يتقلبوا نتفة وحطيت لهم رشة ملح، وكل كباية رز حطيتلها كبايتين مي وتركتن يغلوا منيح منيح. بعدين غطيتن وتركتن على جنب لحتى حضر اللبن. أول شي حطيت كبايتين تقريبا لبن وحركتن كتير كتير منيح. بعدين معلقة نشا ورجعت جبت كمان بيضة وكباية مي وحركتن كتير منيح مع بعضن، وبرشت فوقن شوية حامض، برشا الحامض، وحركتن كتير منيح مشان ما يفرط معي اللبن. بعدين حطيتن على النار، على نار هادية تقريبا، ودليتني عم حرك حتى يغلي اللبن. هلا بلشت بتحضير الكفتة، حطيتلها شوية ملح وسبع بهارات وشوية زيت زيتون وعجنتها كتير منيح يعني بإيدي. بعدين حطيتها صرت بلش كورها، أعملها دوائر صغيرة، حطيتهم بالصينية مشان بدي فوتهم على الفرن حتى ينشووا، مشان ما حطن هيك باللبن. هلأ فوتن على الفرن وهيك صاروا جاهزين تقريبا. وهلأ بدي حط الكفتة بقلب اللبن، وأنا على جنب دقيت توم مع نعناع وملح شوي وحطيتهم على النار يغلوا شوي. بعدين حطيتهم بصحن التقديم وطلعوا كتير 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 طيبين. قدمتهم مع رز بشعيرية وزينتهم بشوية بقدونس وطلعوا كتير طيبين. شكرا على اهتمامكم ومشاهدتكم.